السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كاميليا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله. النهاردة بقى عندنا كده فرخة هنسلقها مع بعض. هنعمل شوربة فراخ بطريقة مختلفة. هنسلقها يعني هنسلق الفرخة بطريقة مختلفة عن كل مرة. تمام. طبعا كل واحدة وليها طريقتها. نشوف الطريقة دي كده وكل واحد يعني احنا كيوتيوبر يعني بندخل وبنشوف وبنتفرج، والطريقة اللي بتعجبنا بنجربها ولو عجبتنا بنقدمها لكم يعني تاني. تمام. نفيد ونستفيد زي ما بيقولوا كده. هنعملها بقى بطريقة وهنشويها بعد كده بطريقة برضو عملناها في قناة قبل كده. تعالوا بينا يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. ويا رب تجربوها برضو هتعجبكم جدا ان شاء الله. معايا هنا حلة. انا طبعا مولعه النار على الحله. هحط فيها بقى بصله متوسطه، مكعبات صغيره كده زي ما انتم شايفين، او بصلتين صغيرين، وتلات اربع طماطمات صغيرين برضو متقطعين مكعبات صغننه كده، وهنشوحهم. هنحط بقى البهارات بتاعتي. حطيت ورق لوري، واحط حبهان ومستكة فلفل اسمر، ملح. البهارات اللي انت بتحبيها للشوربه بتاعتك ومتعوده تحطيها حطيها. ده الحبهان، المستكة بوريها لكم. حطي كده فصين مستكة. هنشوح كل ده بقى في قلب بعضه كده. جنزبيل، انا بحب الجنزبيل في الفراخ والسمك جدا، بيضيع الزفورة. انا طبعا الفرخة بتاعتي كنت نقعاها حوالي ساعة كده في مية بملح بليمون، بجنزبيل. مية وملح وليمون وجنزبيل. سبتها حوالي ساعة وبعدين شطفتها، يعني بشيلها من المحلول بتاعها دوت واشطفها كويس. هنحط بقى الملح. محطناش الملح، صح؟ انا فاكره اني محطتش الملح. اهو الملح. حطي الملح بقى عينك ميزانك زي ما قلنا، كل ست بتبقى عارفة هي بتحط قد ايه. متنسوش بقى الصلاة على الرسول يا جماعة، والاستغفار والحوقلة، وندعي لولادنا أيام امتحانات ربنا يهديهم ويصلح حالهم وينجحهم يا رب. معايا بقى هنا كده الفرخة متقطعة على 4. أنا سايباها بالجلد بتاعها زي ما هي كده، ومفتحاها بالسكينة. هحطها بقى كده تتشوح. ممكن تجيبي وراك، ممكن تجيبي صدور، ممكن اي حاجة اللي انت حباه ممكن تعمليه بالطريقة دي. انا اظبطها كده بس هسيبها بقى كده حوالي ربع ساعة يعني او 10 دقايق، وبصي عليها اهي. بصوا نزلت مية ازاي. اصلا انت وانتي بتشوحي البصل والطماطم بينزل مية يعني. مع الفراخ بقى بنزل ميتها، بتستوي في قلب ميتها، بس احنا هنزودها برضو لان احنا اكيد في اكلنا محتاجين الشوربة. لو انتي مش هتعملي حاجة بالشوربة ممكن ما تزوديهاش، ممكن تستوي في قلب المية بتاعتها اللي هي منزلاها دي عادي خالص. اهو بقلبها بقى على الناحية التانية كده. اهي بصوا المية زادت كمان. انا كده بقى حسيت ان هي خلاص دخلت على السوا. بعرف منين؟ بعرف لما بعملها بالشوكة كده بحط المية. انا مش عارفة المقطع ده راح فين. المفروض ان هي كده استوت. طبعا انتي بتعرفي الفرخة من الورك.
اللحم طلع من الورك كده، من الرجل بتاع الورك شوية، يبقى هي كده استوت، بس الصدور بتاخد سِوَى أكتر عن الوراك، فأنا باسيبها شوية لإن إحنا بنحبها مستوية أوي، يعني أنا عندي في البيت كلنا بنحب اللحمة والفراخ بيبقوا مستويين جدًا يعني. المقطع أهو مش عارفة إيه اللي حصل، معلش. أنا زوّدتها مَيّة سخنة من الكاتل، وهاسيبها بقى، يعني سِبتها حوالي ربع ساعة كمان أو 10 دقايق، الفراخ ما بتاخدش وقت. آسفة. وبتدوقي الشوربة، لو عايزة ملح بتزوّديها ملح، مش عايزة خلاص. معايا بقى هنا صينية كده حاطة فيها بصلة متوسطة جوليان، مقطعاها جوليان، وطماطم برضه طماطمتين كده جوليان، على حسب على حسب حجم الصينية بتاعِك يعني. طبعًا الطبق اللي محطوط ده هنستخدمه، إحنا مش حاطينه كده يعني. بس هنبهّر بقى الأول الصينية بتاعتنا، الطماطم والبصل، شوية فلفل أسمر، البهارات اللي أنتِ حاباها حطيها، يعني ما لكيش دعوة بالبهارات اللي أنا حاطاها، أنتِ عايزة تحطي حاجة تاني حطي. حطيت فلفل أسمر، 7 بهارات، ملح. هاقلِّب بقى كل ده كده. إحنا عملنا الطريقة دي مع بعض قبل كده في القناة. أنا بارحب بكل المشتركين الجداد في القناة، نورتوني وشرفتوني وعلى راسي، ويا رب القناة تكون عند حسن ظنكم بيها. ويا ريت بس ما تنسوش اللايك يا جماعة، بيرفع الفيديو عشان الكل يشوفه. ما تنسوش بقى كومنت حلو منكم بذكر الله كده، ولايك، واللي ما اشتركش يشترك. هنا معايا بقى أنا حطيت، عشان دي معلقة شاي صغيرة، حطيت 4 معالق صلصة، يمكن تحطي معلقة كبيرة مليانة. هاحط بقى كركم، برضه حطي البهارات اللي أنتِ حاباها. حطيت كركم وحطيت ملح، هاحط فلفل أسمر طبعًا أكيد، شطة أكيد عشان ولادي، أهي الشطة. عايزة تحطي بابريكا، بصل باودر، توم باودر، أي حاجة أنتِ حاباها حطيها، مش هتضيّع طعم الفراخ خالص. ممكن تحطي سُمّاق، لإن إحنا بنشويها، بس أنا نسيت خالص، إزاي نسيت أحط سُمّاق. معلقة كبيرة زيت بقى كده. هنقلِّب كل ده في قلب بعضه. قلِّبي، قلِّبي بقى كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا باقول لِك هاحط من تحت وهاحط من فوق، يعني حطي من تحت وحطي من فوق، تمام؟ أهي أنا حطيتها بقى كلها كده، وأهي خلصت معايا. يا رب بقى الطريقة دي تعجبكم وجربوها، والله هتعجبكم جدًا، جدًا، طعمها كان تحفة، ما فيهاش أي ريحة زفارة خالص، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا. أي حاجة بتعمليها لجوزِك وولادِك في بيتِك بتبقى حلوة طبعًا من إيدِك، بتبقى أحلى من برّه كتير. وما تنسونيش باللايك، أهو بيقول لكم اللايك يا جماعة، كومنت حلو منكم بذكر الله. باشكركم جدًا على المشاهدة، وأشوفكم الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.